مساء الخير عليكم جميعا متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير دايما. كل سنة وانتم طيبين. أكيد كلنا خارجين من العيد عندنا كيس لحمة كده باقي على جنب، مش عارفين نعمله بأي طريقة. عملنا بكل الطرق، سلقنا لحمة وعملنا فتة وشوينا وقلينا. فعايزين بقى نعمل حاجة مختلفة كده، وطريقتها تكون بسيطة وسهلة، وطعمها كمان يكون يعني مختلف عن المعتاد. هاعمل لكم النهارده الوصفة الجميلة دي، شكلها بجد يفتح النفس، معاها صوص بني خطير، طعمها جميل، وشكل الطبق تحسوا انتوا كده قاعدين بتاكلوا في فندق. يعني الطريقة والشكل والريحة مختلفة، وطعمها بجد يجنن. يلا تابعوني خلال الفيديو ونشوف عملناها مع بعض ازاي. هنسمي ليه وندخل في وصفتنا على طول زي ما احنا متعودين. معايا طبقين من اللحمة، طبعا دي انا كنت مجهزاها تجهيز مسبق زي ما انتوا شايفين. غسلتها وتبلتها كويس، مديها تتبيلة الشوي، لأن اللحمة دي عبارة عن ريش ضاني، وأقرب طريقة للريش الشوي. فأنا جبت بصل، فص توم، قوطة، ملح وفلفل، وعصرة ليمون. أنا بحب أدي اللحمة عصرة ليمون، بتفرق معايا جدا في التست، زيها زي الفراخ. انتوا بتستغربوا، الناس كتير ما بتحبش تحط ليمون على اللحم، بس هتفرق معاكم، جربوها على ضمانتي. وبعد ما تبلتها حطها في الفريزر عادي، أساس إن أنا أطلع أشوي على طول. قلت أغير بقى المرة دي ونعمل طريقة مختلفة. الطريقة دي كلها في حلة واحدة، اسمها طريقة الحلة. يعني أنا هعمل كل الوصفة وانتوا شايفيني دلوقتي بالحلة دي من غير أي نار، وبعد كده هرفعها مرة واحدة على النار، وشوفوا الطعم هيفرق معاكم قد إيه. بجد أنا أول مرة أعملها بالطريقة دي، بس مش هتكون آخر مرة، لأن الطريقة بجد كانت جميلة وسهلة، مخدتش معايا لا وقت ولا جهد، ولا كلفتني بقى إن أنا أغسل مواعين ولا أعمل أي حاجة من دي. هو كل الليلة كلها هتبقى في الحلة اللي انتوا شايفينها دي. معايا بصل، اعملوه بقى ميكس، يعني احمر على ابيض زي ما انتوا عايزين. طبعا الاختلاف في الالوان بيدي قيمة غذائية اعلى، فحسب المتوفر عندك. انت عندك ابيض اشتغلي احمر، اوكي الاتنين، مفيش اي مشكلة. فانا عملت 4 بصلات كبار. هي الوصفة دي الاساس فيها ان البصل يبقى كتير، وحطيتها على الناشف كده من غير اي دهون خالص. وبعد كده نزلت اللحمة زي ما هي، ما استنيتش عليها حتى انها تفك من التلج، لحاجة بسيطة، لان هي مغسولة ومتبلة اوريدي، واخدة كل البهارات بتاعتها. وبعد كده هجيب كام فص توم، هديه شرايح كده عشوائية بأي شكل. يعني انا المرة دي مش هنعم التوم، انا محتاجة ان هو يبقى صحيح كده، لان هتاخد وقت شوية على النار. الأساسي بقى واللي هيدي التيست ونكهة مختلفة، زيت الزيتون. هندي مثلا مقدار ربع كوباية، من ربع لنص كوباية حسب طبعا اللي انتوا عايزينه، بس هو ربع كفاية، لأن اللحمة دي ضاني، ريش ضاني، فبتطلع نسبة كويسة من الدهون، فهيبقى الرينج ده معقول. وبعد كده اديتها فلفل اسود كتير. جوزة الطيب طبعا هتفرق جدا في تيست أي لحمة، تديها طعم حلو قوي. ما تكتروش، لأن اختلف الأقوال إن هي يعني مش مستحبة. بعد كده هادّيها كام فص حبّهان، وطبعًا أنا باحب إن أنا أفتّح الحبّهان كده واطلّع البذور اللي فيه، عشان الtaste بتاعها يبقى أقوى. ورقتين مثلًا لوري، عايزين تحطّوا أي نوع تاني أوكي، بس هو كل ما كانت البهارات قليّلة كل ما كانت أحلى. السر التاني نُص معلقة من الكركم أو الكاري. هو الكركم اللي كان متواجد عندي، واديتها نُص معلقة من السكر، هتفرق جدًا برضه، هتكرمل البصل كده وتدّيه taste تحفة. وبعد كده رشة خفيفة من الكزبرة الناشفة. وبعد كده آخر إضافة يعني بصوابعي كده، يعني حاجة بسيطة قوي من الملح. ليه؟ عشان أنا اوريدي متبلة اللحمة بتتبيلة ملح وفلفل قبل كده، تتبيلة الشوي اللي أنا قلتلكوا عليها. فهدي حاجة بسيطة قوي عشان الإضافات اللي أنا زودتها، بس مش أكتر. وهضيف عصرة خفيفة كده من الليمون. طبعا ممكن تستغنوا عنها لو مش حابين، بس بجد بتفرق جدا في الطعم زي ما قلتلكوا. وبعد ما قعدت ربع ساعة كده على النار ابتدت تشكشك جامد، هنزل بكوباية واحدة من المية، وبغطي عليها تاني وبسيبها على نار متوسطة. الكوباية ليه مش هنضيف أكتر من كده، لأن هي الوصفة دي عشان تطلع معاكي مظبوطة هنضيف المية بالتدريج، كل ما تحتاج مية هنضيف لها. وبشوكة كده ابتدت اللحمة تفك من بعضها، هبتدي ان انا اوزعها كده وابعدها عن بعض عشان تستوي كويس وكلها تتشرب من البهارات اللي احنا حاطينها. تمام، هي بتفك زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة، لان هي خلاص خدت وقتها على النار. هي ابتدت ان هي تندمج كلها وتتداخل مع بعض، ما شاء الله، ابتدت خلاص تدخل في السوا. فهبتدي برضو ان انا اديها برضو راحتها، وان هي تكمل بقى تسوية على نار هادية. ممكن نضيف لها كمان نص كوباية من الماء.
في الوقت ده بقى أنتم عايزين تستخدموا معاها أو تاكلوا معاها رز أوكي، عايزين تاكلوا مكرونة أوكي، بس أنا بافضّلها الجوس اللي طالع البني ده بيبقى جميل جدًا مع الرز بشعرية، أو رز أبيض بيبقى تحفة، بس أنا عندي هنا من هواة الرز بشعرية، وزي ما أنتم شايفين طالع معايا جميل جدًا، حبيت إن أنا أوريه لكم، طالع جميل جدًا وما شاء الله مفلفل وزي الفل. نرجع تاني بقى للحمة بتاعتنا، هي خلاص كده دخلت في التسوية وخلاص باقي فيها حاجة بسيطة أوي وأطفي عليها يعني ممكن يكون باقي لها مثلًا ربع ساعة، هابتدي في الوقت ده بقى أدّي الإضافة الأخيرة بتاعتي، لو عندِك متواجد أوكي، مش عندِك خلاص، أنا كان باقي عندي قراصية ومشمشية من رمضان، فطبعًا أنا هاستخدمها في إيه، هابتدي إن أنا أضيفها للحمة لإن فعلًا أنا جربتها قبل كده كانت خطيرة مع اللحوم. بتبقى طعمها حلو أوي، أوي. عايزين تنقعوها الأول قبل ما تضيفوها، أوكي. عايزين تضيفوها تاخد وتمتص البهاريز اللي نازلة من اللحم، طبعًا هتبقى أفضل، وأنا بافضّلها بالطريقة دي. عشان كده أنا ضفتها في الأواخر قبل ما اللحمة تستوي بربع ساعة كده، ابتدت تمتص البهاريز والصوص اللي نازل من اللحم، فبصراحة بتفرق جدًا في الطعم. وفي نفس الوقت بتبقى محتفظة بقوامها، ما بتكونش مستوية زيادة عن اللزوم. أنا باحب الحاجة تبقى وسط. ما شاء الله زي ما انتم شايفين ما خدتش لا وقت ولا جهد مني. الوصفة خلصت وهنقدمها مع بعض بالطبق الجميل ده. يعني الوقت كان قياسي أقل من ساعة كانت استوت عشان كمان ضفت مية بالتدريج فسرع عملية التسوية. دي حاجة. الحاجة التانية اتلمت كلها في حلة واحدة، ما تعبتش في غسل مواعين. الصيف ما بيحبش الأكل أساسا ولا إنك تدخلي المطبخ. وفي الآخر طلعت لنا الصوص البني الجميل ده واخد ميكس جميل كده ما بين سويت اند ساور، مشمشية مع القراصية مع نص معلقة السكر مع تتبيلة الشوي، كل ده موديها في حتة تانية. الريحة يعني قلب الدنيا. يا رب وصفتنا بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. كانت معاكم سما العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.